الحلال كيوصل، الخدمه بالجد كتوصل، ملي كتكون عندك الناس اللي دايرين بيك مزيانين كتوصل، الا بقيتي فوكس على الخدمه ديالك كتوصل، الا ما عقلك ما تشتتش بالتفاهات كتوصل. كتار وديت ليه الماكن ديال الحصاد وديت ليه الكوامي وديت ليه الارض وديت ليه الدار وديت ليه المراه، وانا كان درك انا جيت نطلب منه السماحه. مزيان اذا غترد لي داكشي ديالو. لا ما ردليش انا لا جاي نطلب منه على السماحه، اش رد لي باش نعاود نطمع فيه؟ انا راه ولاد اليوم، والمده ديت ليه والغد بلاش وقتها رجلاش ما يجي عندي ما يزورني لا عواش لا علاش يجي يشوف عمراته. هذا تتعامل على عيني ما يجيش عند بنادم. شنو يتمنى كتار الله يلعبوا الدنيا يجي يزورنا لوجه الله. اش احنا مالنا كفاره؟ احنا خوت والدم مخلط كي عندي كي عندو. ما عنديش العين باش نبكي. ربي اكتب لنا في العام القادم سعادة تغير بها أقدارنا إلى أجملها، واجعله عاما مليئا بالرضا، واكتب لنا القدر الجميل الذي يفرح نفوسنا، ونسألك ربنا أن تجعل العام الجديد عام خير ومحبة وسلام. السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بربك، فلا يغرك المادحون ولا يضرك القادحون. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري في أي فترة منهم ستكون الخاتمة. افعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا، وحافظ على النفل تقربا لا تكرما، فأنت والله أحوج للطاعة وربك سبحانه غني عنها. لا تجعل همك هو حب الناس لك، فالناس قلوبهم متقلبة، قد تحبك اليوم وتكرهك غدا، وليكن همك كيف يحبك رب الناس، فإنه إن أحبك جعل أفئدة الناس تحبك. والحرام يبقى حراما حتى لو كان الجميع يفعله. لا تتنازل عن مبادئك ودعك منهم، فسوف تحاسب وحدك. لذا استقم كما أمرت لا كما رغبت. اجعل لنفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها إلا الله، فكما أن ذنوب الخلوات مهلكات فكذلك حسنات الخلوات منجيات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لا تشغلك الأماكن الفارهة، فإن أعظم مؤتمرات التاريخ كان تحت شجرة. اللهم إني فوضت أمري إليك. قال أحد العلماء: إني أدعو الله في حاجة، فإذا أعطاني إياها فرحت مرة واحدة، وإذا لم يعطني إياها فرحت 10 مرات، لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله علام الغيوب. جميلة هي الثقة برب العباد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة شافية لماذا يحدث لي ذلك. خروج بعض الناس من حياتك أو دخولهم إليها رحمة من الله، لا تدركها إلا مع الوقت. الأعوام تغير الكثير، إنها تبدل تضاريس الجبال، فكيف لا تبدل شخصيات البشر؟ لو علمنا كيف نغرق في الأجر بعد المحن لما تمنينا سرعة الفرج. لم يأخذ منا إلا ليعطينا، فاستقبلوا الأقدار بالحمد لله. كان السلف يتواصون ب3 كلمات لو وزنت بالذهب لرجحت به. الأولى: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الثانية: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ثالثا: من اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته. أشد الخسائر أن تكون الجنة عرض السماوات والأرض ولا يوجد لك مكان فيها. اغتنم الحياة فهي زادك. السلام عليكم.